عارف حزلقوم لما جه سراج مهمه ساله هو انت بتعرف تسوق ولا لا؟ قال له ما اعرفش، فراح اتعصب عليه وقال له يا ابني ازاي ما انت يا بتعرف تسوق يا ما بتعرفش تسوق؟ فراح قال له لا اله الا الله يا عم، مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف. الجمله دي رغم عبثيتها الا ان هي مبدا مهم جدا ممكن نطبقه في حياتنا كلها، والمبدا ده هو التجربه، انك تبقى شخص قادر انك تجرب. وطبعا انا هنا مش بقصد الحاجات اللي بيبقى محسوم فيها الامر اذا كنت بتعرف تعملها ولا لا، زي مثلا السواقه، السباحه، البرمجه، دي حاجات فعلا يا بتعرف تعملها يا ما بتعرفش تعملها. ولكن انا قصدي هنا على الحاجات اللي تقبل تتجرب، وده لكذا سبب. اولهم هو انك هتعرف نفسك صح لما تجرب، هتعرف انت كنت شاطر في ايه وانت مش واخد بالك، وهتعرف انت ما بتعرفش تعمل ايه وانت فاكر انك تقدر تعمله بسهوله، وهتعرف لو لقيت نفسك ما بتعرفش تعمل الحاجه دي مدى قابليتك انك تتعلمها وتعملها صح، ولا الكار ده مش كارك وتشوف حاجه ثانيه غيرها. وده يودينا بقى لتاني حاجه، وهي انك بالتجربه مع الوقت والخبرات اللي انت هتكتسبها من التجارب بتاعتك هتتعلم انك تحط نفسك مكان اللي قدامك، ودي حاجه لا يمكن تيجي غير بالتجربه. وساعتها لما هتشوف حد بيعمل رد فعل معين او حاجه معينه هتبقى مدرك تماما قد ايه الحاجه دي واخده منه وقت وجهد، او حتى قد ايه هو محتاج يعمل الفعل ده لحاجه تخصه هو، مش شرط بقى انت فاهمها ولا لا. ومع الوقت هتلاقي نفسك بقيت انسان لين اكتر ومتفاهم اكتر ومتفهم لطبيعه البشر والناس اللي حواليك. ثالث حاجه وهي انك هتتجنب كلمه لو. في مقوله جميله انا بحبها بتقول لك انك بعد 20 سنه من دلوقتي هتبقى ندمان على الحاجات او القرارات اللي انت ما عملتهاش اكتر من الحاجات اللي انت عملتها. فلما تجرب هتتجنب فكره انك تقعد تلوم نفسك وتقول انا لو عملت كذا كان زماني كذا. لا، جرب يا باشا، حتى لو ما نجحتش دلوقتي مش هيحصل حاجه. ورابع حاجه هي انك لما تجرب حاجه جديده فانت كده بتنشط المسارات المرتبطه في دماغك بمناطق التعلم والذاكره، وبتفرز فيها شويه سيروتونين محترمين. ولو ما تعرفش ايه هو السيروتونين فده هرمون السعاده. فانت هنا مش بس بتتعلم وبتضيف لخبراتك، انت كمان بتاخد جرعه سعاده تروى بيها على حالك. وفي الاخر احب اقول لك المبدا اللي انا ماشي بيه في حياتي واللي هو بيتلخص في الفيديو ده: لما تجرب يا اخي تغير